اللي شرفونا، وبنشكر عدي يا فايز، عدي يا فايز. والف الف مبروك للعريس والعروسه. اما بالنسبه لام العروسه فهي طالق بالثلاث وتروح من القاعه على بيت اهلها. والف مبروك. راجل من ظهر راجل يا حاج، الله عليك يا عم الحاج. ايه الجمدان ده كله كده بقى؟ انت اثبتت للناس انك حمش يعني وسبع الرجال. ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الطلاق بإيد الراجل جعله كذلك، لأن الراجل أكثر حكمة وأكثر عقلانية من المرأة، ولا تتغلب عليه العاطفة في كل المواقف. ربنا سبحانه وتعالى جعل بإيدك القوامة علشان تستعملها صح وتكون قدها. أصلها أمانة مش فرد عضلات ولا منظرة. وإزاي أحرج زوجتي وأكسر فرحتها قدام بنتها وقدام أهلها وزوج بنتها وقدام أهلك أنت كمان والمعازيم، بل وقدام الدنيا كلها. اللي بيسأل الأول إيه القصة؟ بص يا سيدي، ده حفل زفاف عروسة في مدينة دمياط لسبب ما. أبو العروسة حضر الكلمتين دول وشكله كان عامل عليهم بروفة ومراجعهم كويس، وطلع طرشهم على الناس زي ما سمعت كده. والف الف مبروك للعريس والعروسه. اما بالنسبه لام العروسه فهي طالق بالثلاث وتروح من القاعه على بيت اهلها. والف مبروك. طيب يا حاج، ما فكرتش في زوج بنتك وانه ممكن يقلدك فيما بعد؟ ما فكرتش في قلب بنتك وكسرة فرحتها واحراجها قدام اهل زوجها؟ ما فكرتش في شكل زوجتك واولادك قدام الناس؟ طيب سيبك من ده كله، شكلك انت قدام الناس ايه؟ انت مفكره انه يرمز الى الرجولة او حتى في شيء منها؟ ايا كانت الاسباب اللي زوجتك عملتها اللي خلاك تصبر وتستحمل لحد ما بنتك تتجوز وتتم فرحها على خير، كنت عدي اليوم ده يا سيدي عادي خالص، واعمل مجلس عائلي من طرفك ومن طرف الزوجة، واقعد وعدد الاسباب، وابقى بعد كده انفصل براحتك. لان الزواج ده مش شركة بتفضها قدام الناس ولا جهاز اشتريته وبترجعه تاني. الجواز ده ربنا سبحانه وتعالى سماه ميثاق غليظ. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ قال الضحاك يعني إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال قتادة في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال هو ما أخذ الله تبارك وتعالى للنساء على الرجال، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح، تسريح بإحسان مش تجريس بإهانة وفضيحة وفعل هيفضل سبة في حقك قبل أي حد طول ما أنت عايش. هل الترند والشو لحس مخ الناس للدرجة دي؟ فكل واحد بقى بيدور على اللقطة ولا إيه الحكاية؟ رحم الله زمان كانت فيه البيوت من الطين لكن قلوب أصحابها من ذهب خالص. يحكى أن أعرابيا كان على خلاف مع زوجته، فذهب إليه أصحابه يسألوه ما هو الخلاف؟ ما سبب الخلاف الذي بينكما؟ ما قعدش بقى يندب حظه ويطلع سر بيته ويحكي ويتحاكى عن كرمه وحسن معاملته لزوجته وسوء معاملة زوجته له، ولكن رد على الناس بكلمتين اتنين بس، قائلا لا أتكلم عن عرضي. ومرت الأيام فطلقها، فذهبوا إليه مرة أخرى وسألوه عن سبب الطلاق، فقال لا أتكلم عن أعراض الناس فقد صارت زوجة لغيري. هكذا تكون الرجولة والمروءة. هنا الراجل مرضاش يجيب سيرة زوجته ولا يجيب سيرتها حتى بعد ما طلقها، مش راح يفضحها ويكسرها قدام الناس ويفتح المجال للكل يتكلم في عرضها ويحكوا ويتحاكوا عن سبب الطلاق وإيه السبب اللي وصله لكده وكلام من العينة دي. يا راجل عيب عليك. أمال لو حصل معاك اللي حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كنت انت عملت ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم جميعا، فأرسلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بصحفة إناء فيه طعام للنبي وأصحابه، وكان يوم عائشة وفي بيتها، فأخذتها الغيرة وقامت فضربت الصحفة بيدها فسقطت على الأرض وانفلقت نصفين وتناثر الطعام منها. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس على الأرض يجمع الطعام بيديه ويقول لأصحابه كلوا كلوا غارت أمكم
غارت أمكم وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ صحفة أخرى مكان التي كسرت فأرسلها إلى من أرسلت الطعام. قيل أن التي أرسلت الطعام هي أم المؤمنين زينب، وقيل أنها صفية. ومر الموقف وكأن شيئا لم يحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل بكل خلق وكل أدب، ولم يتضجر ولم يغضب صلى الله عليه وسلم. بل وفي مرة تانية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها: إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت عني ساخطة. قالت: فقلت يا رسول الله من أين تعرف ذلك؟ أنت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لأم المؤمنين، مش العكس، النبي اللي بيقول لها أنا عارف أنت بتبقي راضية عني إمتى وبتبقي عني ساخطة. فقالت: كيف يا رسول الله؟ إزاي بتعرف كده؟ فقال: إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله، القلب منزلك القديم فإن تجد فيه سواك من الأنام فنحيه. شفت بقى رفق النبي بزوجاته وخفض الجناح والتودد لهن والصبر على غيرتهن وتحملهن بصدر رحب. ومقاله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا مع سائر الناس، فكيف مع من جمعت بينه وبين المرء المودة والرحمة والميثاق الغليظ؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي يوما فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. وفي رواية: فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، واسأليني ما بدلك ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد عائشة رضي الله عنها. قال عمر: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة رضي الله عنها لقرابتي منها فكلمتها، فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها. وقال عمر في موضع آخر رضي الله عنه: إني لأحب أن أرى الرجل صبيا في بيته، فالرفق الرفق واللين اللين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. انت المفروض تكون راجل لزوجتك، تصونها من أي حد ومن أي لسان، بل تصونها من نفسك التي بين جنبيك. تكون راجل ليها بمعنى الكلمة، مش راجل عليها. قال الله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومن معانيها أنك ستر لها وسند لها ومأوى لها وبهجة لها ودفئا لها ومعاني أخرى جميلة. يا ريت لو وصل لك الفيديو صوب ما صنعت ورد إليك زوجك، والاعتذار من شيم الكبار. رد كرامتها وصنها من ألسنة الناس، وإن كرهت منها خلقا
فارضى منها آخر، واصفح وسامح واغفر، عسى الله أن يغفر لك. أسأل الله أن يملأ بيوت المسلمين سعادة، وأن يجمع بين كل متخاصمين، وأن ينزع الشقاق والفرقة بين المسلمين، وأن يردنا إليه ردا جميلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.